جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه داود عليه السلام فقال له: إن لي عبادا يحبوني وأحبهم، ويذكروني وأذكرهم، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم، فإن حذوت حذوهم أحببتك، وإن اعوججت عنهم مقتك. قال داود عليه السلام: فيا رب، ما علاماتهم حتى أكون منهم؟ قال عز وجل: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه، أي يتحسسون وقت الصلاة ويحنون إلى الليل كما يحن الطائر إلى عشه وقت الغروب، أي الليل هو وقت راحة بالهم، فهو وقت الاتصال بمحبوبهم بالله عز وجل. فإذا جنهم الليل وغشيهم الظلام ونصبت الأسرة وفرشت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جباههم، وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي. يا الله، كم يحب الله عباده المقربين منه. أعطيهم ثلاث: الأولى أن لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في ميزان أحدهم يوم القيامة لاستقللتها عليه. والثانية أقذف من نوري في قلوبهم فيحدثون عني كما أحدث عنه. يا الله، تخيل معي الله يحدث عنك في ملأ، سبحان الله، إنه لفضل كبير جدا والله. والثالثة أقبل عليهم بوجهي، فيا ترى من أقبلت عليه بوجهي هل يعلم أحد ما أعطيه؟ تخيل معي عندما يقبل عليك الملك بنور وجهه ماذا سيعطيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.